يشهد حي درب معيزي بالمدينة القديمة في الدار البيضاء منذ صباح يوم الاثنين 29 سبتمبر عملية إخلاء قسري لساكنة عدد من المنازل، وذلك تنفيذا لقرار السلطات بهدف إفساح المجال لبدء أشغال مشروع المحج الملكي الذي أطلقه الملك الراحل حسن الثاني منذ 1989. وانتقلت سيارات القوة العمومية بتنسيق مع السلطات المحلية بقيادة قائد السلطة المحلية في المنطقة إلى عين المكان لإتمام عملية الإخلاء وسط احتجاجات الساكنة الذين رفضوا مغادرة منازلهم، معللين بذلك عدم إيجاد منازل بديلة للعيش لأن السلطات بحسبهم لم توفر لهم بديلا يتناسب مع ظروفهم المادية. ونقل السكان أمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية إلى الشارع بعد إرغامهم بالقوة على الإخلاء، بينما نقل البعض إلى مقرات إيواء مؤقتة. وأشار عدد من السكان أثناء مغادرة منازلهم أنه لا مكان لهم بعد الآن، وبمغادرتهم سيتعرضون لتشرد لعدم توفرهم على أماكن بديلة للاستقرار فيها ولو مؤقتا لعدم توصلهم بأي تعويضات. وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من المنازل بدرب معيزي مصنفة فعلا ضمن الدور الآلية للسقوط، لكن بعضا منها غير مصنف ولا زال صالحا للسكن. لكن أصحاب تلك المنازل يقولون بأنهم تفاجؤوا بعناصر السلطة على رأسهم قائد المنطقة يأمرهم بمغادرة منازلهم وإخراجهم بالقوة دون تحديد وجهة ترحيلهم. وأسس المتضررون تنسيقية تحمل شعار تنسيقية ضحايا التدبير العشوائي لملف المحج الملكي. وتأتي عملية هدم المنازل بدرب معيزي إضافة إلى أحياء أخرى بالمدينة القديمة في إطار استعداد سلطات العاصمة الاقتصادي لتنفيذ مشروع المحج الملكي الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير المنطقة وتحويلها إلى قطب سياحي واقتصادي ليكون جاهزا قبل استضافة المغرب لكأس العالم 2030. جديرا بالذكر أن مشروع المحج الملكي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي وضعها الملك الراحل حسن الثاني والتي تأخرت لأزيد من 3 عقود. ويهدف المشروع حسب السلطات إلى تطوير مدينة الدار البيضاء، إلا أنه يواجه انتقادات واسعة بسبب الطريقة التي يتم بها ترحيل الساكنة.